سلام. اليوم غادي نهضروا على الرابور الفرنسي بوبا. هاد الايامات هادو دار المجيء ديالو المغرب واحد الضجه كبيره، وناضوا المغاربه داروا واحد الهاشتاغ باللي ما باغيينش بوبا يجي للمغرب، وطلع هاد الهاشتاغ ترند. فالمقصد ديال هاد الرابور هذا وعلاش الاغلبيه ديال المغاربه ما بغاوش يجي للمغرب، هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الحلقه هادي. ولكن قبل ما نبداو عافاكم ما تنساوش ديروا لي ابوني الناس اللي ما مشاركينش عندي في القناه، والناس اللي مشاركين عندي ديروا لي جيم او كومونتير. فيلا نبداو. فبوبا رابور فرنسي بغى يجي يدير هنايا ان كونسير في جوان في كازا، وغير انتشر هذا الخبر المغاربه كاملين طلعوا واحد الهاشتاغ اللي هو لا لاستقبال بوبا في المغرب. فهذا الرابور هذا ديجا في اغاني كان كيعاير المغربيات وكينعتهم بشي صفات خايبه، ولكن ماشي هذا هو المشكل الوحيد، كاين مشاكل واحده اخرى مع بوبا وغادي نقولها لكم دابا. بوبا الرابور الفرنسي بدا هبز مع الرابور المغربي مايس، كان ناض بيناتهم واحد الصداع، وهاد مايس ناض عمل الحمله ديال الهاشتاغ لا لاستقبال بوبا في المغرب وحطها في لي ستوري ديالو كاملين. فكيفاش كانت هاد المضاربه ما بين هاد جوج لي رابور؟ مهم نقول لكم كيفاش. مايس كان داير واحد الفيديو كليب مع واحد الرابور مغربي اخر في واحد الحومه تما في فرنسا. جاو صحاب ديك الحومه هادوك وهجموا على مايس والفرقه ديالو وشعلوا العافيه في الطوموبيلات باش كانوا كيصوروا. المهم نات واحد الفوضى كبيره. هنا مايس هز حوايجو ومشى سافر مع العائله ديالو للامارات. السبب اللي خلى بوبا يهضر عليه في الستوري ديالو ويقول انه خائن وخان الناس اللي كان خدام معاهم وهرب وخلاهم. وهنا يبداو الكلاشات ما بين بوبا ومايس، ما كدوش سيمانه من غير ما يكلاشي بوبا مايس. ودازو شي شهوره وتصالح مايس مع بوبا وداروا مع بعضياتهم واحد الفيديو كليب، ولكن دازت واحد الفتره صغيره وهما يدبزوا تاني. ولكن هاد الدبزه هادي كانوا الكلاشات ديالها بزاف، حيت كل نهار واحد كيكلاشي الاخر وكيكلاشيو ماشي زعما داكشي سطحي، ولكن كيدخلوا حتى في العائلات ديالهم. هنايا مايس تلاقى بين بوبا وبقى كيطلعها عليه، يعني بواحد الصوره اللي كيستهزئ بوبا والاب ديالو. هذا كان هو المشكل ما بين بوبا ومايس. هذاك الشيء علاش مايس طلع الهاشتاغ حتى هو مع المغاربه وما بغاش بوبا يجي للمغرب. دابا غنقول لكم علاش المغربيات ولا المغاربه ما بغاوش بوبا يجي للمغرب. هذا الشيء داير على ثلاثه ديال السطور ديال ثلاثه الاغنيات ديال بوبا. الاغنيات هادو كانوا من 2014 ل 2016، يعني كل عام كيدير اغنيه. شنو قال بوبا في هاد الاغاني ديالو؟ طرف اول اغنيه في 2014 كان العاهره ديالي كتوجد له كسكس، وهذا السطر هذا كان في الاغنيه ديال اكاد اللي خرجت في 2014. وراكم عارفين شكون اللي كيوجد الكسكس؟ يعني المغربيات هما اللي كيوجدوا له كسكس، فيعني كيوصل ميساج انديريكتومون للمغربيات. اللي ندوزو السطر الثاني اللي في الاغنيه الثانيه اللي كانت في 2015، وهنايا كيقول بلي انه كيمشي لقهوه الشيشه باش يقلب على لي مغربيين. هنا لي مغربيين يعني كيجمع فيهم المغربيات التونسيات الجزائريات على ما كنظن. وفي هذه الحاله هذه يعني المغربيات ما غاديش يعجبهم الحال. اما السطر الثالث اللي كان في الاغنيه الثالثه اللي هي اليفون كيقول فيها بيتيت ماروكان سوتا بيرلوسكوني. وبيرلوسكوني هو الرئيس السابق لايطاليا. كانت وقعت واحد الواقعه ودارت بوم في المغرب ان واحد الفتاه مغربيه كانت سميتها كريمه، كانت قالت بلي ان هذا الرئيس هذا كانت عدى عليها او كان معاها ملي كانت في 17 عام ووقع بيناتهم غولاسيون. نظن ان مازال هذه القضيه هذه في المحاكم. المهم بوبا بحال اللي بغى اتاكي هذه البنت المغربيه هذه وكيقول بلي ان مشات مع هذا الرئيس هذا. والغريب في الامر ان هاد الاغاني خرجوا ما بين 2014 و 2016، ولكن بوبا جا دار واحد كونسير كبير في الموازين في 2017. هادشي كيجيك واحد التساؤل، يعني علاش هادشي عندنا دابا وما ناضش شحال هادي؟ يعني في 2017 جا بوبا دار الكونسير، يعني كيفاش ما ناضوش المغاربه دافعوا على راسهم وطلعوا الهاشتاغات في 2017؟
للعلم ان هاد الاغاني هادو بثلاثه تغناو في موازين فاش بدا كيغني بوبا، يعني تفاعل الجمهور معاه وما دار حتى اي ردة فعل. وديك الساعه كان مايس مصالح مع بوبا وطلعوا واحد شويه ديال الهضره في الانستغرام. جا هنايا مايس دافع على بوبا في ستوري ديالو كيقول لهم يعني ان الا كان ديك السيده اللي مشات مع ديك الرئيس الايطالي يعني مغربيه فانا ما كتمثلنيش كمغربي. المهم بدا كيدافع عليه يعني على اساس ان بوبا يعني ما قالش شي حاجه اللي غلطه. الاغلبيه كيقولوا بلي ان المشكل اللي واقع دابا على هاد ثلاثه ديال السطور اللي فيها ثلاثه ديال الاغاني اللي طالع على هاشتاغ، وان ماياس مدابز مع بوبا. داكشي علاش هو طلع الهاشتاغ، وان ماياس عنده بزاف ديال المتابعين في الانستغرام. الوغ شافوا الهاشتاغ اللي مطلع في لي ستوري تا هما تبعوه وطلعوا الهاشتاغات. فللعلم ان بوبا عنده مسيره فنيه كبيره، يعني عنده 30 عام في الغناء وخرج كميات اغنيه. فشنو بالكم، واش بوبا حقد على المغرب والمغربيات؟ واش شي مغربيه دارت له شي حاجه عليها كيخرج هاد الاغاني هادو؟ وللعلم كاين اللي كيقول ان كاين مشكل ما بين المنظمين ديال هاد الحفل هذا. مهم كلشي كيلغي بالغاو، ولكن الحاجه اللي باينه الهاشتاغ اللي طالع على لاستقبال بوبا في المغرب. شنو بالكم، واش بوبا غلط؟ واش بتبغيوه يجيو المغرب باش يدير هذا الكونسير ولا لا؟ المهم كانت هذه الحلقه ديالي ديال هذا النهار، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. عافاكم، ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وكومونتير، هكا كتزيدوا تحفزوني باش نعطي اكثر ونزيد لقدام. بيان سور هادشي بيكم، فما تنساوش تدعموني. وعافاكم ما تنساوش ديروا الملاحظات ديالكم في الفيديو اللي تحت الفيديو، يعني شوفوا لي كومونتير شنو كيبان لكم اللي خاصني نزيد اللي خاصني نقص، يعني نصحوني حيت انا في البدايات ديالي وباغا اللي ينصحني. دابا غادي نخليكم بعض اللقطات اللي دار بوبا في مهرجان موازين. بسلامة عليكم، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير. بسلامة، باي باي. Booba pour jamais. Je suis venu ici parce que j'aime Booba. B2OBA9 de Isère. Ah bah on est là mon gars. Ouais ouais ouais. Bienvenue Booba. Le marché du même pas. On répond du nom. C'est ça qui comprennent pas. Dans les loges. Hey, oulala. Le marché du même pas. On répond du nom. C'est ça qui comprennent pas. Dans les loges. Hey, oulala. Allez, ça va.